السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة. النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض كده روتين جميل وخفيف. يا رب يكون خفيف كده على قلوبكم. اول حاجة مننساش نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا حطيلي اللايك بسرعة بسرعة، ويلا نبدأ اليوم بتاعنا مع بعض. اول حاجة خالص ببتديها في اليوم اللي انا بشغل الغسالة. اول ما اشغل الغسالة بحس كده ان انا عملت يعني شغل كبير بالنسبة لي. عقبال ما الغسالة تكون شغالة بكون بخلص شغل البيت. اول ما اخلص تكون الغسالة خلصت انشر، ابقى كده خلصت كل اللي عليا. اللي انت تشغلي الغسالة الصبح كده هوت، وبعدين صوت الغسالة كده ودوشة الغسالة بيديكي نشاط كده، فاهمين؟ تحسي كده اليوم بدأ. بعد كده قلت ادخل على المطبخ، حضرت الفطار الخفيف ده. كنت عامله بيض كده بالبسطرمه بالزيتون بالتركي، بيضايه كده اومليت وشويه خيار، وهو الرغيف ده. يعني قلت اعمل فطار خفيف كده هوت. يعني ما ياخدش معايا وقت ولا حاجه. قلت افطره كده في الانجاز عشان اشوف بقى ورايا ايه. لازم طبعا تفطري الصبح، في ناس الصبح بتقعد تشرب نسكافيه وحاجات كده. لا، لازم تفطري لان طبعا وراكي شغل كبير في البيت. بعد كده هو قلت اللي انا اهوي بقى يعني البطاطين بقى والحاجات، زي ما احنا عارفين بقى الجو بقى جميل اهو ما شاء الله. ابدأي كده برضو هوي حاجاتك، واول ما تصحي تفتحي شبابيكك كده وبلكوناتك، وتدخلي النور كده، نور ربنا كده بيديكي بهجة كده هوت في المكان. بعد كده قلت ادخل تاني بقى على المطبخ، اعمل شوية كريم شانتيه. كنت عايزة اعمل يعني اطباق جيلي كده وعليها بسكوت، وعليها طبقة كريم شانتيه. كنت عايزة اعملها النهاردة، ان شاء الله هنعملها مع بعض. فبعمل الكريم شانتيه باللبن. كل مرة كنت بعمله بالمية، بس بقالي كذا مرة كده بجربه باللبن، بيبقى طعمه حلو قوي. وبحبه كده يبقى تقيل، كل ما تعملي القوام بتاعه تقيل كل ما بيكون حلو معاكي. وحاولي ما تعمليش كمية كبيرة، لان ساعات كنت بشيله في الفريزر بس مش بيبقى نفس الطعم. فحاولي تعملي كمية على قد اللي انتي بتستخدميه. وكنت عايزة اعمل بالمكنة دي، لسه شاريها. بس الصراحة فاشلة جدا جدا، كانت عامل 45 جنيه، كنت جايباها من فتح الله. بس ضعيفة كده زي ما احنا شايفين، حتى البلاستيكة بتاعتها بص اصلا مش بتطلع. يعني ضعيفة جدا جدا. بس للأسف الريسيت بتاعها يعني ضاع مني، فمش عارفة حتى ارجعها. فهخليها بقى، مش عارفه اعمل بيها ايه، بس هي ضعيفه جدا، حبيت ان انا اوريها لكم عشان لو شفتوها ما تهفش عليكم. يعني هي شكلها حلو بس مش عمليه خالص خالص خالص. هنا بقى كنت بعمل الجيلي. كنت غاليه كوبايه ميه، ده كيس جيلي كده لقيته بيتباع جديد، بس حتى الكيس صغر. بس هو مكتوب عليه بيعمل اربع اطباق يعني. فالمهم بعمله ازاي؟ بغلي كوبايه ميه. تسيبيها كده تغلي شوية، وتكبي عليها كيس الجيلي ده، وتحطي عليها كوباية مية تكون ساقعة. يعني حطي المية كده في الفريزر كده بتاع 10 دقايق كده، هتلاقيها سقعت معاكي. وتحطيها وتقلبيه عشان يطلع معاكي تقيل. كل كيس تحطي عليه كوباية مية مغلية وكوباية مية ساقعة هيكون معاكي تقيل. لكن لو زودتي في المية بيكون يعني خفيف كده هوت، وبيكون اكنه تلج. يعني لما تحطيه في الفريزر اكنه تلج. وبعدين لو عايزاه يكون جيلي كده حلو كده، اللي هو زي اللي بيتباع، تحطيه شويه في الفريزر بتاع نص ساعه كده يمسك نفسه. بعد كده هو تنزليه في التلاجة، بيكون حلو قوي. وساعات بقى بقطع فاكهه وبحطها برضك بتكون كويسه. بس انا طبعا وانا بحط الجيلي حابه تكبه كده، مش مشكله، متاخدوش بالكم. يعني المهم ساعات بقطع فاكهة. بس المرة دي كنت عايزة اقطع عليه، يعني بعد طبعا ما بيجمد. كان عندي شوية بسكوت العيد كده كانوا متبقيين، كل سنة وانتم طيبين يا رب، وايامكم كلها كده تبقى عيد وسعادة. فالمهم بعد ما بيجمد بفرفت عليه شوية بسكوت، واحط عليهم الكريم شانتيه اللي انا كنت عاملاه. طبعا ما ينفعش ان انت تحطي عليه البسكوت او كيك او اي حاجه وهو طري، لان هيشرب معاكي البسكوت. لا، بعد ما ينشف تحطي عليه البسكوت. ودلوقتي كنت بقى بتبل الغدا. النهارده كنا هنتغدى كبده. فبحب ان انا اتبلها الاول قبل ما ابدا اشوحها. بتبلها ازاي؟ بحط عليها ملح وكمون، وبنزل عليها فلفل يكون حراق. طبعا لو مش متوفر بتحطي شطه. وبنزل عليها بعصر ليمون، وبسيبها كده ساعه ساعه ونص، تقعد تاخد وتدي معاها كده في التتبيله. بحيث يكون طعمها كويس. يعني هي الكبده الاسكندراني بنعملها كده.
وممكن بقى وانتي بتشوحيها عايزه تقطعي عليها فلفل كوبي، عايزه تقطعي عليها فلفل حراق، طبعا دي اذواق، بس انا بحب اشوحها كده من غير فلفل. وكل ما تزودي الزيت بتكون كويسه. وحاولي تعمليها بالخلطة كده وتقعديها في الخلطة، هتلاقي طعمها فرق قوي، بيكون طعمها كويس قوي، وتكون شاربة في التتبيلة حلوة قوي. قلت اللي انا ايه اعملها كده اهوت واسيبها شوية في شوية في التلاجة برضو بالتتبيلة دي، بحيث ايه تتشرب. او حطيت عليها شوية خل هو زي ما احنا شايفين، وتقعدي بقى تقلبيها كده حلو قوي وتسيبيها. وممكن لو بتحبي الخلطة زيادة تعملي برضو شوية خلطة زي اللي احنا عملناها دي، وتحطيها برضو في الزيت ايه وانتي بتقليها. هنا كده خلصت خلاص الكبده بتاعتي، وهسيبها بقى تستريح شويه. وبعد كده لقيت الغساله خلصت، قلت ان انا ادخل بقى على قلت ادخل انشر يعني الغسيل. كنت غاسله بقى ايه يعني كساوي المخدات كده بالفوط بالملايات دي كده، مثلا دورة غسيل بعملها كده على 40 وتكون دورة غسيل لوحدها. حاولي وانتي بتغسلي تقسمي الغسيل بتاعك، يعني الاول كنت بغسل لبس الخروج على البيت، على الملايات، على الفوط، كان بيبقى اللبس بقى اللي بيبقى مكشكش. واللبس طبعا درجة الحرارة بتبقى مختلفة، القطنيات غير اللبس اللي هو العادي البليوستر والحاجات دي. لا حاولي بقى ايه وانتي بتغسلي كده قبل ما تغسلي تقعدي تنقضي الغسيل بتاعك. تعملي مثلا دورة للفوط والملايات، دورة للبس الخروج تكون من غير عصر، دورة للبس البيت، فاهمين قصدي. وحاولي كمان نصيحة ان انت ما تبيتيش الغسيل. يعني مثلا لو هتنشريه الظهرية كده هو دلوقتي الهوا والشمس وجمال ما شاء الله، على اخر اليوم كده هو تروحي لماه، بحيث اللبس يعني ما يكونش بايت معاكي، وينزل عليه بقى الندى بقى وكده هو والاتربه، فاهمين قصدي. خصوصا الناس اللي هي ساكنه يعني في ادوار تكون تحت قرب الشارع وكده اهو، بحيث برضو الغسيل بتاعك يكون كويس. و... وفكرة الستارة دي ممتازة جدا جدا، كنت لسه مركباها السنة دي، كانت نافعاني جدا جدا في أيام الشتاء. يعني كنت أنزل كده الستارة، حتى لو نسيت أحط مشمع، الغسيل الحمد لله مكانش بيجي عليه شتاء ولا أي حاجة. يعني فكرة الستارة مهمة جدا، ودي ستارة تكون مشمع. الستارة المشمع أحلى بكتير 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 من الستارة القماش. يعني بنصحك تجيبي ستارة مشمع لو لسه ناوية تشتري ستاير. وقلت بالمرة اعمل الغدا بتاع بكرة، كنت مطلعة برضك لحمة مفرومة ساحت، قلت ايه اعملها برجر ان شاء الله لبكرة. يعني دايما كده انصحك برضو وانتي بتعملي الغدا بتاع النهاردة حاولي تتبلي مثلا غدا لبكرة، تكوني بتعملي غدا يومين. احنا عارفين طبعا مش كل يوم هنقعد نقف بقى في المطبخ واللي نقوم فيه نصبح فيه. لا انا دايما يا اما بعمل غدا يومين ورا بعض، يا اما مثلا لو هعمل غدا حاجات خفيفة زي كبدة ولا كفتة، حاجات كده خفيفة. اكون برضو بحضر اكل ايه بكرة لو ينفع اللي انا احضره، لو ينفع اتبل حاجة، لو ينفع اشيل حاجة في التلاجة، هو ده قصدي، فاهمين قصدي. وقلت بالمرة كده اقعد اعجن الكفتة. كيس البرجر ده كان عامل تقريبا 5.5 او 7.5 حاجة كده، بتتحط على النص كيلو اللحمة المفرومة بس، مش بتحطيله اي اضافات. هو الصراحة ممتاز جدا جدا، يعني من ساعة ما جربته وانا بقيت على طول بشتريه. فهنا هو كنت خلاص عجنت البرجر بتاعي، وبالغطا دوت بحط عليه كيسة، وببدأ ان انا اعمل الاقراص بتاعت البرجر. فهعملها برضو معاكم، وقلت اشيلها لبكره، بحيث بكره ان شاء الله اشوح كده البرجر مع شويه عيش كايزر، ويبقى اليوم اتقضى. يعني مش كل يوم الصراحه بقى بيبقى مجهود على الواحد، اللي هو كل يوم ترويق وغسيل ومطبخ. ربنا يا رب يقوينا كلنا ويكون في عوننا، ويكون في عون برضه كل واحدة موظفة بتنزل تشتغل وتشوف شغل بيتها. كان الله برضك في العون، ربنا يقوينا يا رب جميعا. فهنا كنت بوريكم هو البرجر، بس اللحمة الصراحة المرة دي لما اشتريتها يعني عايزة اقولكم اتخميت فيها جامد. الراجل اصلا اداهالي 3/4 بيضة زي ما احنا شايفين، كنت شارية نصين، بس طلعت بالمنظر دوت، الله يسامحه بقى. يعني الناس الدنيا غالية، وكمان مفيش ضمير خالص خالص. بس انا كنت خلصت اهو البرجر بتاعي، فهشيله بقى ان شاء الله في التلاجة واعمله بكرة. وقلت بقى اقعد اتسلى كده، وعقبال ما نتغدى في شوية بقى حاجات كده في المطبخ بقى، كنت عايزة اروق الصراحة. بقالي من العيد يعني من رمضان يا ربي ما روقتش خالص، ما حطيتش ايدي في المطبخ. كنت دايما بقعد اعمل كده من فوق الوش وخلاص. قلت امسك بقى حاجه حاجه كده بالسلكه كده هوت، وفي ايديا حته قماشه مبلوله كده، واقعد اللي اغسله وامسحه، اللي اغسله وامسحه. بطلب بس من الامارات اللي لسه بيتفرجوا عليا لحد دلوقتي، لو لسه مشتركتيش في القناه، في زرار كده اسمه اشتراك يا حلوه، انزلي دوسي على كلمه اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتوصلي لايك للفيديو ده، وانزلي اكتبي لي كومنت حلو زيك.
انا يعني بالنسبه لي الريتش القناه واقع جدا جدا جدا، مش هخبي عليكم يعني. انا فاتحه القناه هنا هوت اللي انا برضك بتسلى فيها، واللي انا بحس ان انا بعمل شغل كده، وبحس ان انا بعمل حاجه يعني ايه انا حباها. بس في نفس الوقت مش هنضحك على بعض يعني، القناه برضو بتاخد من وقتنا ومن مجهودنا، واللي احنا فاتحينها برضك من اجل الربح، يعني مش هنضحك على بعض. ف فاتمنى ان انتوا تدعموني كده هوت، وتدوسوا لي اشتراك كده، وتشتركوا معايا في القناه. انا دلوقتي سامعه اصلا اللي ناس كتير جدا جدا بتبيع قنواتها، وفي ناس بتأجر قنواتها. يعني دلوقتي بقى في منصات اللي هي بتاخد من الشركات، بتاخد منك القناة تأجرها، وهي بقى بتعرف بقى تكبر القناة بقى، وبتعرف اللي هي تشغلها كده في يعني نقولوا معايا في صفحات بقى تكون كده بتجيب ربح وتديكي ايه قبضك، فاهمين قصدي؟ وفي ناس اتجهت برضك اللي هي تبيع القنوات بتاعتها، بحيث يعني شكل المنصة ايه ما بتجيبش الربح الايام دي. بس انا بقى يعني مستمرية كده في القناة بتاعتي كده، واتمنى ان هي تكبر بيكم. فاتمنى ان انتوا تدعموني يعني، لو شايفين الروتينات بتاعتي كويسة يعني وانتوا حابينها. هنا بس ايه، كنت بعد ما غسلت الكاتل كنت موريكم اللي هو من جواه تحسوا ان هو مجير كده. فعشان تنضفي الكاتل بتاعي حطي فيه ملح ليمون وميه، ويبدأ اللي هو يغلي. تمام. بعد كده بتكبي الميه اللي هي فيها ملح الليمون دي، وتحطي ميه عاديه وتسيبيها بردك تغلي مره كمان. هتلاقي الاستانلس من جوه نضف جدا وبقى زي القمر. حاولي تعملي الحكايه ديت مثلا مره كل شهر. بردك الغسالة حاولي تعملي لها دورة خل. بردك مرة في الشهر بتجيبي بردك خل من عند أي حد اللي هو بيبيع خل السايب والجاز والحاجات دي والكرور والحاجات دي. الخل السايب برضك بيكون رخيص يعني، فبتجيبي لتر وتحطيه في الغسالة اللي هي في الأوتوماتيك بتاعتك، وبتعملي دورة على أعلى درجة حرارة، ودورة كاملة، أكبر دورة. تمام. وبتبداي ان انت تغسلي، بحيث برضك ايه، احنا عارفين بيكون في بقى في الفلاتر بتاعه الغساله وفي الاسلاك وفي الحله والحاجات دي بواقي بقى تكون من المسحوق يعني، او حاجات كده تكون مترصبه. فلازم كده تكوني برضك بتنضفي الغساله بتاعتك باستمرار. ولا مؤاخذة يعني الكاوتش بتاع الغسالة برضك لو حطيتي انتي ساعات بيطلع ريحة كريهة كده، تفتحي الغسالة تحسي ريحتها وحشة. بتجيبي يعني جربي كده، هاتي حتة قماشة او منزيل وامشي بيها على الكاوتش، هتلاقي بتطلع بلاوي بلاوي معنى الكلمة دي، اللي بتخلي ريحة الغسيل مكمكم او وحش، او ريحة الغسالة وحشة. فدايما تجيبي حتة قماشة كده برضك مرة كل شهر يا ستي، وتمشي فيها كده على الكاوتش كله، هتلاقيها طلعت نيلة بصراحة. وبرده الفلتر اللي تحت حاولي برضك تفتحيه برضك مرة كل شهر، تنزلي فيه مية مركونة وبيكون فيه اي حاجة برضك شوائب او حاجة. دايما حاولي ان انتي تنضفي حاجتك باستمرار، واللي انتي يعني بتعمليها كده نظافة برضك تقعد معاكي، فاهمين قصدي؟ وبرضك لو عندك غسالة اطباق برضك المفروض بتغسلي الفلتر كل اسبوعين. كل حاجة تجيبيها من اللي هي السلع اللي هي معمرة، المفروض معمرة يعني، بس هي كل شوية بتبوظ الصراحة. بس المهم يعني اللي انت كل حاجتك حاولي اللي انت كل مرة كل شهر كده تبدأي ايه اللي انت بتعملي لها زي يعني زي دور نظافة كده، فاهمين قصدي؟ فأي حاجة بتفرق الصراحة. وطول ما انت ايدك اول باول كده في المطبخ بتحسي برضك مطبخك نظيف، ورخامتك نظيفة، بوتاجازك برضك نظيف. دايما خلي ايدك كده في الحاجة، بحيث الحاجة لما بنسيبها بتتركن وبتفضل فوق دماغنا احنا، ما فيش غيرك برضك اللي هيروق وهينظم، فاهمين قصدي؟ فدايما ايدك كده في الحاجة اول باول. وانا هحاول برضك انزل لكم كل مره حاجات كده تشجعنا، مرة نكون بنغسل الرخامة مع بعض، مرة نكون بنروق دولاب المطبخ، بنروق يعني نعمل دورة تنظيف للغسالة، بحيث لما حد بيتفرج على حاجة بيكون برضك متنشط. فاهمة؟ لما تشوفي حد كده بيقوم متنشط وبيعمل حاجة ولا بينظف حاجته، انت كمان بيجيلك نشاط كده وبيجيلك باور، حتى لو انت قاعدة كسلانة. انا دايما كنت بقعد اتفرج على الناس كده بتقعد تروق، يجيلي نشاط اقول لا ده انا عايزة اقوم اروق دلوقتي. او اشوف حد بيعمل حاجة هاند ميد اقول لا ده عايزة اقوم انفذها دلوقتي، فاهمين قصدي؟ الحاجات دي برضك بتشجع. هنا كنت بوريكم الكاتل بصوا نضف ازاي، ولا بقى دعك بسلكة ولا اي حاجة، هو بينضف لوحده. ملح الليمون ده خطير خطير خطير. برضو عيون البوتاجاز بتاعتك لو مدهنينة كده وتحس ان هي يعني متنيلة خالص، برضو بتحطي حاجة فيها اناء يعني يكون قديم عندك بقى مستغنية عنه، تحطي برضك فيه تكون مية بتغلي، او يعني تسخني مية على النار، وتحطي فيها عيون البوتاجاز، وتحطي فيها ملح الليمون، ومثلا شوية قشر ليمون كده تكوني مستخدماه، وبرضه تسيبيها تاخد وتدي مع بعضها كده يعني من ربع ساعة لنص ساعة.
هتيجي برضو بحتة سلكة بسيطة، تيجي تدعكي العيون دي هتلاقيها بتبرق. ملح الليمون ده جبار، انا دايما بجيب ملح الليمون وكربوناته. الكربوناته ده برضك كوبيه كده مع شوية خل على اي دهون، هتلاقيه بيعمل فوران والدهون بتتنسف. خلصت كده بقى ايه التنظيف اللي كنت بعمله. بعد كده شوحت لهم بقى الكبده اهو زي ما احنا شايفين، وعملت جنبها كده شويه طحينه وعيش فينو، وقلت ناكلها كده بقى في الحله لان خلاص كنت هلكانه. كده بقى الروتين بتاعي خلص، واشوفكم في يوم جديد. باي.